يعني في ناس بتهاجمني عشان خاطر انا نزلت بوست امبارح بقول يعني في امهات خايبه سايبه الطفل يرضع لحد ما عدى العمر السنتين والثلاثه وماسك لي بيبرونا. بلاقي طفل كده كبير سنتين ونص ثلاثه، ده شحط يعني. والام سايباه ماسك البيبرونا وحاطه له فيه جهينه، حاطه له فيه عصير برتقال، حاطه له فيه مش عارف ايه. وبتيجي تقول لك الواد ما بياكلش خالص وشهيته وحشه وعنده انيميا جامده وما اعرفش ايه. طب مش دي اسمها خيبه؟ يعني الام اللي سايبه الطفل ماسك بيبرونا لحد 3 سنين وسنتين، واحده بترضع ابنها طبيعي لحد سنتين ونص تقول لك مش قادره افطمه بيعيط. يعني ايه بيعيط؟ ما هو هيفضل يعيط يعني لو فضلت ترضعيه لحد 4 سنين هيفضل يعيط. ف ليه كده؟ يعني مفيش حاجه اسمها بالراحه على الامهات، اصل الامهات يعني فيهم اللي مكفيهم. مفيش حاجه اسمها كده، في صح وفي غلط. الطفل يعيط ما يعيطش دي مش قصتي. طب ما هو لو شبطان في سجاير هتسيبيه يشرب عشان بيعيط يعني ولا ايه؟ في صح وفي غلط. الطفل عدى السنه خلاص لازم يعتمد على الاكل بنسبه 90%. لو بيرضع طبيعي خلاص رضعه طبيعي، بس 90% اكل ورضاعه طبيعي مره بالليل ولا حاجه. صناعي انا اقول لك بلاش، خلاص بقى افطمه عند السنه، يعني سنه وكام شهر اخرك وهي راضعه بالليل برضه. انما الاقي امهات بترضع نيدو وجهينه وحاطه لي في الببرونه حاجات ملهاش اي قيمه غذائيه، وطول النهار الطفل مش بياكل ليه؟ اصله بيرضع جهينه. عنده انيميا ليه؟ عشان بيرضع جهينه والام مش واخده بالها ان هي السبب. والناس تقول لك معلش يا دكتور يعني بالراحه على الامهات. يا جماعه بطلوا يعني، يا ريت نعقل كده.